السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي آنساتي سادتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين. أول حاجة عايز أتكلم فيها سيداتي أنساتي ساداتي هي مفاوضات النادي الأهلي مع يوسف صالح. يوسف صالح مين يا جدع أنت؟ يوسف صالح يا خبابة، يوسف صالح يا خبة عيني، يوسف صالح يا خويا، يوسف صالح اللي كل واحد في مصر بيقول عليه يوسف ساليتش. اسمه يوسف صالح. ليه يوسف صالح؟ لأن الدنماركيين أو الأجانب عامة ما بيقدروش يقولوا حرف الح، فبيقولوا إيه؟ حرف الخ. لو تفتكروا زمان الخواجة بيجو كان بيقلد اليونانيين ويقول لك وخيات سيد الترتوسي. فاكرين الراجل ده؟ فما بيكتبوهاش يوسف صالح، بيكتبوها يوسف صالح. بس السي اتش بالألماني أو بالهولندي وبالدنماركي بتتكتب سي اتش، بتتنطق خ. صالح، يوسف صالح، عشان ما بيقدرش يقول الح. فاحنا طبعا خدناها وترجمناها الانجليزي سي اتش بتتنطق بطريقتين، يا اما ك لان ما يقدروش بيقولوا الخ فبيقولوا عليها ك صالك، او بتتنطق صاليتش. بس هي الاسم الحقيقي للاعب ده اسمه يوسف صالح. يوسف صالح يحمل جنسية دنماركية. هو من أصل فلسطيني بس بيحمل جنسية دنماركية. وفي ناس بتقول إن هو عايز ياخد الجنسية الأردنية عشان يلعب مع الأردن في كأس العالم. معرفش إذا كان الكلام ده مظبوط ولا لا. بس أرقامه جامدة جدا، يعني أرقامه مش وحشة، يعني مش أرقام يعني كبيرة قوي، بس أرقام مش وحشة. الولد عنده 22 سنة، لعب 20 ماتش، 1276 دقيقة، سجل 8 أهداف وعمل أسيست واحد، وطوله 192 سنتي. يعني أرقام مش وحشة. بس في اعتقادي أنا إنه من عينة وسام أبو علي. ليه بقى؟ لأن الواد ده بياخد هو ثمنه في الترانسفير ماركت 3 مليون ونص يورو. بس هو عايز ايه؟ هو بياخد دلوقتي من كارديف 1.5 مليون. فانت بتاخد من كارديف 1.5 مليون، عايز تجي لنا ب3 مليون؟ هو دي اشتراطاته. اما كلموه قال انا عايز 3 مليون في اول سنه وبعدين تزودني كمان نص مليون في السنه اللي بعدها. ليه يا اخوي بتتشرط علينا كده ليه؟ وانت فاكر النادي الاهلي زي انديه الظاهر كده؟ فاكر النادي الاهلي زي انديه السعوديه؟ 3 مليون ليه؟ انت بتاخد هناك 1.5 مليون، تيجي عندنا تاخد 3 مليون ليه يا اخويا؟ الضعف. ليه؟ عشان ايه؟ فده لو عايز يجي، ده لو هو كمان عايز يجي، ده بيتشرط، يعني بيتلت وبيتشرط ومش عايز، وعايز يروح يلعب مع، عايز يعني يعني ما عندوش يعني الانتماء لفلسطين، عايز يروح يلعب، ياخد الجنسية الأردنية عشان يلعب في كأس العالم، طبعا عشان يبروز نفسه، عشان طبعا ده يبقى كويس ليه ان هو يعني يعني يجي له عروض بقى من هو بيلعب في الشامبيونشيب اللي هو الدرجة الثانية في انجلترا، عايز يروح بقى البريمير ليج، عايز يروح الشامبيونز ليج او البريمير ليج بتاع انجلترا. فطبعا ده واحد دماغه مش في ان هو هو دماغه ان هو ايه، يكسب فلوس ازاي، يعمل فلوس لنفسه ازاي، وكأن اللي بيقبضوا مثلا ملاليم. المهم اعتقد ان الواد ده
لا يليق، او طريقه تعامله كمان لا تليق بالنادي الاهلي. واعتقد ان من مصلحه النادي الاهلي ان هو يعني يرمي طوبته خالص، اللي اسمه يوسف صالح ده، والجدع اللي اسمه ابراهيم اللي انا كلمت حضراتكم عنه المره الفيديو اللي فات. اعتقد ان ده واحد لاعب يعني هو الانسب لينا. ده لو كان يعني ما اعرفش اذا كان انسب ولا لا، بس ما يعني منظره كده ان يعني ممكن يكون انسب لينا، الله اعلم، بس يعني ارجو انه هو يكون انسب لينا. طب هيجيبوه ازاي؟ ما اعرفش. بيقول لك لازم طبعا اشرف داري يمشي، بس اشرف داري مش عاوز يمشي. اشرف داري مش عاوز يمشي، متبت بايديه واسنانه في النادي الاهلي، حتى مش عايز يروح لقطر وياخد براتب اعلى، عايز يثبت نفسه في النادي الاهلي. بيقول انا ما خدتش فرصه، طب ادوني فرصه عشان اثبت نفسي. فالولد عايز يقعد في النادي الاهلي. اللي شاري النادي الاهلي الله اعلم، ما هو مش عايز يروح قطر، قطر فلوسها اكتر. طب مش عايز يروح قطر ليه؟ عشان شاري النادي الاهلي. غير بقى الجدع اللي اسمه الانا كفته اللي الناس هتموت عليه، يقول لك رايح جاي النادي الاهلي، مصطفى محمد الانا كفته. والتاني اللي اسمه حمدي فتحي اللي كان عايز يتشرط علينا وياخد 2 مليون دولار عندنا هنا، وعارف كويس قوي ان النادي الاهلي ما بيدفعش الرواتب دي. وطبعا هو ما اعرفش النادي بتاعه نادي الوكره قال لك مش هنبيعه. المهم خليه قاعد هناك. فبيقولوا ايه الفكره في النادي الاهلي دلوقتي؟ انه يستنى لغايه يناير ويبقى ايه معاه بس الايه المهاجمين دول، وعايزين يجيبوا اسامه فيصل تاني. حكايه اسامه فيصل اتجددت، ما دام خلاص يعني البنك ادى احمد ربيع اعتقد للزمالك، يبقى احنا ناخد منك بقى اسامه فيصل، وعايز لعيبه من الاهلي. فممكن الحكايه دي، ممكن الصفقه دي تتم، بس مش عارف ليه متقلين رجلينا احنا قوي في الحكايه دي. احنا محتاجين لاعب. ما تقعدش دلوقتي تتفاوض وتجيب لي سيره لعيبه وتجيب لي السيره الذاتيه اللعيبه وتقولي وانت ما تقدرش اساسا تجيبه دلوقتي. ما تقدرش. ليه؟ لانك محدود، لانك انت ما ضغطتش على ابو ريحه وحرامي الحله اللي اسمه احمد مفاخد، اللي هو ليس له موقع من اعراب الاتحاد المصري لكره القدم. ما نعرفش ده مركزه ايه، وما نعرفش بيعمل ايه. احنا مش من حقنا نعرف الجدع ده هناك بيعمل ايه، ولا هي بس فوضى. اهو مش مهم. المهم يعني ايه؟ الاهلي ما ضغطش عشان يزود عدد الاجانب. فبيقول لك استنى بقى، استنى ليناير. استنى ليناير ليه؟ هو يناير هيحصل فيه ايه؟ انت بس قاعد تقول لي اللاعب ده موجود واللاعب ده على رادار الاهلي واللاعب ده بتسيل لعابي ليه؟ وانت عارف انك مش هتقدر تجيب ولا واحد منهم. ديانج قاعد، ريبيرو حابب ديانج، لما شافه يعني انبهر. وزي ما قلت لكم قبل كده، البهوات اللي كانوا قاعدين على الدكه في كاس العالم للانديه، النحاس ومحمد يوسف الكباتن، عشان ما حدش يزعل، كانوا بيقولوا لا احنا الجدع ده هيمشي واستخدم يعني ايه، خلي استخدم اسمه ايه ده، حمدي فتحي. استخدم حمدي فتحي في خط النص ان ده هيمشي طب وانت مالك انه هيمشي ولا مش هيمشي؟ انت عايزه دلوقتي ولا مش عايزه؟ محتاجه دلوقتي ولا مش عايزه ولا مش محتاجه؟ انت كنت محتاجه ساعتها كنت محتاجه. مالك انت يمشي بعد كده ولا ما يمشيش؟ ده حتى مش قرارك. المهم ده غباء يعني، من نقط الغباء اللي موجوده يعني. ف يعني لو نبص لها احنا يقول لك هنستنى ليناير. انت عمال تسيل لعابي ليه وانت عارف انك مش هتجيب حد في يناير، الا اذا اشرف داري مشي، واشرف داري مش عايز يمشي. فاما هم 3 حلول: اما تجيب انت واحد فلسطيني
وبيفاوضوا دلوقتي يزن النعيمات، يا اما تجيب واحد فوق السن، ولا ده لازم انت تخلص منه او تبيع اشرف داري وهو مش عايز يمشي، يا اما تجيب لاعب تحت السن، وده يتطلب برضو ان انت تطلب من ابو ريحه انه يزود عدد اللاعبين الاجانب، يبقوا واحد فيهم يبقوا 6 وواحد فيهم يبقى 5 فوق السن وواحد تحت السن. وده مش هيحصل السنه دي. لو حصل ممكن يحصل السنه الجايه لو ضغطت عليه جامد، او لو الزمالك بقى عنده فلوس وابتدى يشتري لعيبه. طب عمال انت تقول لي بقى وتتكلم معايا بفاوض مش عارف مين وبفاوض باللاعب الايفواري وبفاوض، وانت مش هتقدر تجيبه. ليه بتتكلم في الحكايه دي اساسا؟ ولا بس هو رغي وخلاص، وعايز بس تخلينا بس ايه نعيش كل يوم دوامه مين اللي جاي ومين اللي هيمشي، وبديل بديل وسام لازم يبقى يا اما مصري يا اما فلسطيني. وعلى الاولى دي انا بقترح ان اي لاعب عربي يعامل معامله اللاعب المصري. احنا عرب، احنا كلنا اخوات. نقول عليهم اجنبي ليه؟ احنا كنا زمان في الكويت، كنت عايش في الكويت زمان، بيقولوا علينا اجانب، ولغايه دلوقتي بيقولوا علينا اجانب. اجانب ازاي؟ احنا عرب زيكم. يسموا لك احنا اجانب، نهار اسود. المهم، فاحنا ليه بنعامل اللعيبه العرب وبالذات شمال افريقيا على انهم لعيبه اجانب؟ ليه؟ طب ما تخلي عندك مبادره الاخوه ومبادره النوايا الحسنه، وتخلي كل اللعيبه دي لعيبه محليه زينا. وهيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ هقول لك هيحصل ايه. الدوري المصري هيبقى اقوى، لانك انت هتجيب لعيبه مغاربه وهتجيب لعيبه توانسه وهتجيب لعيبه جزائريين وتجيب لعيبه من موريتانيا وتجيب لعيبه من السودان. طب ليه ما يبقاش اللاعب العربي لاعب محلي؟ ليه؟ انت ليه لازم تعيش بالجنسيات اللي هم فرضوها علينا بعد سايكس بيكو؟ ليه ننخدع بالخطوط الوهميه اللي حطوها لبلادنا؟ ليه؟ كلنا عرب وكلنا مسلمين وكلنا اخوات، وحتى المسيحيين كمان كلنا اخوات. الله. فانا بقترح دلوقتي ان اللعيبه كلهم، كل اي لاعب عربي يبقى لاعب محلي، لا زي اللاعب المصري بالظبط. وهم جاي، لو انت عملت كده ما هم جايز يعملوا كده هناك كمان. ما دي اول طريق الوحده. ما هو بيقول لك القوه الناعمه، الرياضه دي قوه ناعمه. طب ما تستخدمها لصالحك يا اخي بدل ما تستخدمها لصالحهم هم هناك. عقد وسام ابو علي اللاعب الدنماركي بيقولوا 7.5 مليون دولار و2 مليون مميزات، بونسز وحاجات كده يعني. طبعا انا قلتها قبل كده في الحلقات اللي السابقه، قلت لو انت عايز 10 مليون المفروض كنت تطلب 15، تقوم تاخد 10 او تاخد 11 تاخد 12. بس لو انت فعلا عايز 10 ما كنتش تطلب 10، الا بقى اذا كنت انت عايز توصل ل7 أو 8 فطلبت 10. وكل الحالتين انت الكسبان. بس انا بقول يعني من بعد كده يعني في المستقبل لو انت عايز 10 حقيقي اطلب 15. هيحصل ايه يعني؟ لما تدخل المفاوضات عالي وبعدين توطى، احسن ما تبقى واطي يعني تدخل تحت او تطلب بالظبط اللي انت عايزه وبعدين تبتدي هتنزل. لانه لو انت طلبت 10 هو هيجي لك ب5 زي ما جولك قبل كده ولا 8. يعني هو بيخش ايه على الواطي وانت لازم تخش على العالي. المهم، فحكايه بقى ايه؟ حكايه المميزات دي انا ماليش فيها. هقول لك ليه ماليش فيها. يقول لك لو جاب مش عارف 15 جول ولا مش عارف جاب مش عارف ايه ولا جاب بطوله ولا طلع الاول ولا مش عارف مين ولا طلع الثاني على الدفعه، انا ماليش دعوه بالكلام ده. ليه؟ لان الحاجات دي مش مضمونه. طب انا مش عرفني، ما ممكن يصاب.
وممكن يا اخي اللاعب ربنا يقضي يفتكره، واحنا كلنا يعني، وانت ضامن واحنا ضامنين وغسلين مغسلين وضامنين جنه؟ مش ممكن حاجه يحصل له حادثه بتاع مش عارف ايه، يصاب، يجي له رباط صليبي، يجي له مصيبه سوداء، وانت ما يروح عليك المبلغ ده. انا ما بحبش الكلام ده. اديني فلوسي دلوقتي، مفيش حاجه اسمها مميزات وقرف، لانك انت مش وانت ضامن حتى كمان ممكن يجي له مثلا نوبه عدم حظ او سوء حظ، وما كل شوطه تيجي في العارضه، ولا تيجي فوق في السماء، ولا تيجي جنب القائم، ولا حارس المرمى يصدها، انت ضامن؟ وانا ما بحبش حكايه بيني وبينكم يعني، ما بحبش حكايه المميزات دي. انت اديني، انا عايز فلوس في ايدي، عايز فلوس في ايدي. لاعب الزمالك ده اللي انا كنت عايز اقول لكم عليه اسمه تادي اوكو. لاعب الزمالك ده اسمه تادي اوكو، لاعب بيقولوا عليه لاعب فظيع. انا هخش اشوف المعلومات بتاعته وهتكلم معاكم في الحلقه الجايه يعني. اسمه تادي اوكو، هنشوف حكايته ايه ده. بس بقى قبل ما اخلص النهارده، على فكره النادي الاهلي دلوقتي خلاص صرف نظر على الباك الشمال بتاع بتروجيت، ودلوقتي راح للمحله، بيفاوض المحله عشان يجيب لاعب اسمه يحيى زكريا، ويا رب العمليه تنجح. وعلى فكره ما دام الزمالك داخل عشان يشتري لاعب اللي اسمه تادي اوكو ده، والنادي الاهلي ما دخلش فيه ليه؟ يعني النادي الاهلي ما دخلش في الجدع ده ليه؟ هم بيدخلوا في كل لاعب انت عايز تشتريه، وبيوقفوا المراكب السايره ويحطوا لك المفك في العجله. طب ما تخش يا اخويا، ما تخش، ما انت عايز مهاجم انت كمان، ما تخش حتى لو ما كنتش عايزه، خش زود عليه زي ما بيزود عليك. انت فين يا اداره الاهلي؟ سيبك انت من المعسكر، انت مالك انت بمال المعسكر؟ الناس اللي قاعده بتشتغل لسه على الصفقات والحاجات دي. تليفون للخطيب، ولا تليفون للكابتن الخطيب، ولا مقابله زوم انت وهو اشتغل، واقول له انا هنخش في الجدع ده نزايد عليهم زي ما بيزايدوا علينا. هو انت لازم يعني تستنى لما يرجع، ولا تستنى حتى ريبيرو مين وبتاع مين؟ انت مش داخل عشان تشتري، انت داخل عشان تبوظ له صفقه زي ما بيخش يبوظ لك صفقاتك. مستني ايه؟ في مصيبه سودة حصلت. لاعب اسمه شيزار، اللاعب ده بيلعب في نادي بروكسي في الدرجه الثانيه، عامل فيديو وبيشتم النادي الاهلي باللفظ القذر اللي فيه كاف وسين. بيشتم الاهلي وجماهيره بهذا القذر، بهذه القذاره. انا عايز اتكلم بقى واشوف فين لجنه فين الاتحاد المصري، فين وزير الرياضه اللي الشملول اللي الواحد مش عارف عمل حاجه في ولا قال كلمه في نوادي مراكز الشباب، اتنحرر قوي وراح مش عارف ايه، وعمل عليه قضيه وعمل بقت شغلانه. انت فين يا وزير الرياضه؟ انت فين يا عم اخرق يا صبعي؟ انت فين يا اخويا؟ والنادي بيشتم النادي الاهلي بالشتيمه القذره دي، ده اقذر من شتيمه هاني، اسمه هاني ايه ده زفت الطين ده، اسمه هاني شكري، ده اقذر منه. انت فين لجنه القيم والمبادئ والمش عارف ايه، ولجنه فين الكلام ده؟ فين الناس دي؟ اوكي طيب، هل اداره النادي الاهلي وصلها الفيديو ده؟ هل اداره النادي الاهلي هتتحرك ضد اللاعب القذر ده؟ هنشوف. ادخلوا على الانترنت، اللاعب اسمه شيراز، او اسمه ايه؟ استنى اقول لك عليه، اسمه شيزار، اسمه شيزار مش شيراز ده ايراني. اسمه شيزار، لاعب بروكسي. خش على الانترنت وشوف قال ايه. الحكايه مش محتاجه ان الاهلي يعني يقدم احتجاج او حاجه زي كده. الكلام ده كله لازم يبقى يعني يتعامل معاه بحزم،
من الاتحاد المصري البايظ القذر المنحط، والتنبل اللي بياكل في قته محلوله اللي ما بيعملش حاجه خالص، ده اللي اسمه ايه؟ وزير الرياضه المصري. انتوا فين؟ النادي الاهلي مش محتاج اساسا يقدم احتجاج او يقدم شكوى او حاجه زي كده. انتوا فين؟ انتوا فين؟ مش عندكم انتم لجان او ادارات انترنت او ادارات علاقات عامه او اداره يعني ناس بتشوف اللي بيحصل على الانترنت ده ايه؟ مش في لجنه قيم ومبادئ وصفت وطين؟ فين الكلام ده؟ انتوا فين؟ انتوا فين؟ اما نشوف هيحصل ايه مع الجدع ده. بقول لك قال شتم النادي الاهلي وجماهيره بلفظ الكاف سين. الكاف سين يا جدع. امهاتنا كلها اتشتمت. اما نشوف. اخر حاجه عايز اتكلم فيها مكايده جماهير الزمالك. بيقول لك ايه؟ النادي الاهلي اذعن، والنادي الاهلي ارغم، والنادي الاهلي خاف، والنادي الاهلي اتغير، والنادي الاهلي غير سياسته، والنادي الاهلي رضخ، والكلام ده كله. النادي الاهلي ما رضخش، النادي الاهلي خد كل الثمن اللي هو عاوزه. النادي الاهلي خد الثمن اللي هو عاوزه. على راي المثل اللي بتقول لك ايه؟ ما كادتناش الكامله المكمله، هتكدنا الكارته المأمله. كاتكو 60 نيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.